يعيش بدالك ويشيل الحمل بدالك ويدفع الثمن غير. فكيداهم لما تيجي تقولك انت اقوى وانت اروق وروحي اتطلقي وعيشي حياتك وانت قويه وكده، مش هتصرف على اولادك، ولا هتيجي تاخد ابنك في حضنها وما يقولك انا بابا وحشني، ولا هتعالج النفسيه المدمره اللي هتطلع عند ولادك، ولا حلاوتهم اللي مقوياك قوي وبتقولك خليها تقولك يا استاذ محمد هتيجي تجيب لك حلاوه وعيش في السجن، ولا هتصرف على اولادك وتقول لك نام ارتاح يا قلبي يا حبيبي ما تشقاش وتتعب وانا هصرف على اولادك بدالك. الناس اللي بتسمم عقولنا بتفاهه وبسطحيه، لا، في مشاكل بجد، في بيوت بتخرب بجد، في اولاد نفسيتها بتتعب وبتنتحر وبتكتئب بجد، في بيوت بتتخرب، وفي ستات مش لاقيه تاكل، مش لاقيه تصرف على اولادها، وفي رجاله شقيانه ليل ونهار ومحتاجه حد يساعدها بجد. مش بالتفاهه دي خالص. ربنا يصبر اهالينا اللي بيتحسروا علينا وبيشيلوا همنا، ويكون في عون ولادنا. رسيني.